ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ انت قاعده هنا ليه يا حاج؟ المحافظ فقد البيت. المحافظ؟ طب ما تخش تقعدي جوه المستشفى. بعد ما نام ايه؟ بيقول لك انت سلطان. المستشفى ده خش خليهم يحجزوك جوه. ليه يا حاج؟ هو راح قعدني مين اللي قعدك هنا؟ المحافظ قعدك هنا ليه يعني؟ عشان هدد البيت على ما يديني سكن. الله. طب وانت وما فيش مساكن ايواء؟ بيقول لي لسه بيقطعوا. شايفه هنا اللي ما حدش شاف. طول الليل يأذوني. طب ما تخش يا حاج يحجزوك في المستشفى، ما انت اكيد تعبانه يعني. لا انت خايف مش هيديني سكن. هيقول عندك سكن تاني. لا ده انت عيانه ساكن قاعده في المستشفى عشان مريضه وعيانه. لا ما اقدرش اغفل. هتسيب حقك. لا طبعا. 3 ادوار للحكومه. وشايفه هنا اللي ما حدش شاف. بيأذوني بالكحة وبيعدوا معايا طول الليل صح. ما نمتش ولا دقيقة. انت هتنام ازاي يا حاج في الطل والرطوبه دي؟ انا صدر انطلقت وبشوف حد يجيب لي حبة مية اشرب. ما الحين حد مفيش حد صرف. ما حدش بيرضى يقول. واولادك يا حاج مفيش ولاد ولا حاجه؟ لا انا كنت بخدم امي 6 جنيه. وبعد ما توفت بشهرين قد البيت طلعوا غزال. يعني انت مالكيش اخوات ولا ليك ولاد ولا ايه؟ اخويا ميت. والتانيين خدوا الشقة 150,000 على حسابهم. طب انت اسمك ايه يا حاج؟ ليلى صالح محمد. ليلى صالح محمد. كنت ساكنة فين بقى يا حاج؟ في اللبان. هقول لك تخفل. عند ريا وسكينة في اللبان.